السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات ثانوي دفعة 2026. ايه ده ثانوي؟ الفيديو ده لكل طلبة تانية وتالتة ثانوي اللي عايزين يدرسوا كيمستري. بمعنى هشرح السيستم اللي همشي بيه ان شاء الله مع دفعة 2026 لكل المراحل. اصل بصوا يا جماعة، هدف طالب تانية ثانوي تقريبا هو هدف تالتة ثانوي. يعني دي سنة نقل ودي سنة شهادة، بس كله عايز يتعلم وكله عايز يجيب درجات. فهنمشي بنظام في تانية ثانوي اللي هي نقل زي بالظبط نظام الشهادة اللي هي تالتة ثانوي، وان شاء الله نظام مميز جدا جدا جدا. فعايزك تركز معايا، انت طالب تانية، طالب تالتة، اونلاين، سنتر، ايا كان انت وضعك ايه، تاكد ان الفيديو ده هيرد على كل الاسئله اللي انت بتبعتها لنا على البيج واللي انت عايز تعرفها. اولا انت هدفك ايه؟ انا وانت هدفك مفروض من السنه الدراسيه دي ان انت تجيب درجه حلوه ان شاء الله اخر السنه. تاني ايا كان انت تانية او تالتة، وان شاء الله تتعلم. ما هو الموضوع مش درجات وخلاص يا جماعه، الدرجات ممكن نجيبها كلنا بالحفظ عادي، لكن الاثنين مع بعض ده بيفرق جدا جدا. فانت عايز درجات وعايز تتعلم. عملنا سيستم باذن الله يوصلك للنتيجه اللي انت عايزها دي. اول حاجه في السيستم ده هو ميعاد نزول الحصه. ده موضوع مهم جدا بيني وبينكم. يعني ميعاد نزول الحصه على الويب سايت هو يوم الاربعاء. بمعنى انت سواء طالب تانية او تالتة، فان شاء الله كل يوم اربع هتلاقي الحصه بتاعتك، الفيديو بتاعك متسجل وموجود على الويب سايت. طبعا تالتة ثانوي بالفعل الاربع اللي هو 3/9 اول حصه ليهم في المنهج، لكن تانية ثانوي لسه شويه. يعني ان شاء الله لما المنهج ينزل من الوزاره ونعرفه ونستقر نبدا نعلن ان احنا بدانا وتشوف الحصه بتاعتك. بس باذن الله حصتك هتنزل يوم الاربعاء. يوم الاربعاء بقى كام في الشهر الله اعلم. انا بتكلم عن مين هنا؟ عن تانية ثانوي. لكن تالتة ان شاء الله يوم 3/9 اول حصه في المنهج ليهم. الحصه التاسيسيه بتاعت تالتة ثانوي نزلت بالفعل على اليوتيوب، تمام كده؟ فانت المفروض اتفرجت عليها ودخلت على المنصه حليت اسئله كمان وكله تمام. انت بس مستني نبدا اول حصه لتالتة ثانوي ان شاء الله يوم 3/9. طب يا مستر في سؤال، هو انت ليه بدات متاخر؟ يعني ليه 3/9 اول حصه في المنهج؟ ليه مش في 8 وكده؟ والله يا جماعه الموضوع ده بيتغير حسب الماده وحسب المدرس وحسب كذا حاجه، بس تاكدوا ان مفيش مدرس بيعمل نظام الا وهو عارف هيخلص المنهج امتى وهيراجع قد ايه. فالسؤال ده عشان اتكرر كتير جدا ما تقلقوش منه خالص. لما ببدا بدري، وده حصل في سنين قديمه، الناس بتزهق مننا في الاخر. ما هو ما بيقدرش يكمل لانه بادئ بدري، برضو مده السنه طويله على الطالب. فبنبدا في ميعاد يعني مناسب اللي هو اول اسبوع في 9 ده. وتاكد ان الخطه باذن الله هتسيبنا نراجع بشكل يعني مستفيض جدا الحمد لله. يعني تمام، والبلان معموله، يعني البلان معموله بالمواعيد باذن الله. فدي حاجه ما تقلقش منها خالص. طالب تانية ثانوي خلاص مش فارق معاه الموضوع ده، لان لسه اصلا المنهج ما نزلش، فلما ينزل هنبدا على طول بعدها على طول بكذا يوم يعني. طيب فاذا ده بالنسبه لميعاد الحصه. اما بقى انت طالب سنتر، خلاص روح بقى شوف الجدول بتاعنا على البيج بتاعتنا وكلم السناتر القريبه ليك واحجز عادي جدا في السنتر، مفيش مشكله. السناتر مواعيدها ثابته، انت بقى حسب هتلاقي سبت وحد واثنين وثلاث واربع في سناتر معينه وهكذا. تاني نقطه ودي مهمه جدا، الباكج اللي انت بتذاكر منها، وده موضوع اتسالنا فيه كتير برضو. هجيب كتب خارجيه ولا مش هجيب كتب خارجيه؟ الاجابه ما تجيبش كتب خارجيه، تمام كده؟ انت مفروض بتبقى واثق في المدرس بتاعك ايا كانت الماده ايه يعني، وعارف ان هو مجمع لك كم كبير من الاسئله باذن الله مغطيه كل حاجه. فعملنا لك باكج ظريفه كده سواء انت تانية او تالتة ثانوي. هنعمل ايه في الباكج دي؟ الاول هندي لك حاجه اسمها ملزمه البري ريكويزيتس. كلمه غريبه شويه عليك بس معناها بيزكس، حاجات قديمه انت محتاجها في السنه اللي انت داخل عليها. ففي تالتة ثانوي مثلا عملنا لهم حصه طويله جدا، مراجعه كبيره جدا ببوكلت مخصوصه للحاجات دي. تانية ثانوي لما المنهج ينزل هنحضر له برده بري ريكويزيتس ونطبعها ونديها لك جوه الباكج. طيب ايه تاني هتلاقيه؟ هتلاقي بوكلت الشرح نفسه. في تانية ثانوي الترم بينزل على بعضه، لكن تالتة بنعمل ايه؟ شابتر 1 و2 مع بعض، وبعدين 3 و4 مع بعض، وبعدين 5 لوحده، تمام كده؟ طبعا لما بتكلم بالطريقه دي بلاقي طلبه بتبعت لي ايه؟ مستر انا تانية ثانوي احنا عندنا 5 شابترز فعلا زي ما انت قلت. حبيبي انا بقول تالتة ثانوي 1 و2 مع بعض و3 و4 مع بعض و5 لوحده. ده مين ده؟ تالتة. لكن طالب تانية لسه المنهج ما نزلش اصلا، فانا اكيد ما اعرفش هم كام شابتر لحد اللحظه دي وانا بصور الفيديو ده. المنهج ما نزلش فانا ما اعرفش المنهج كام شابتر. فلما ينزل ان شاء الله هننزل برده الترم الاولاني لوحده والترم الثاني لوحده. طيب ايه تاني موجود جوه الباكج اللي انت هتاخدها مننا؟ الانيشيتور. الانيشيتور دي هي اسم البوكلت بتاعه الهوم ورك، انا مسميها انيشيتور. انيشيتور يعني نبدا، امين؟ فده بدايه الايه؟ الحل. بسم الله الرحمن الرحيم، حل كده انيشيتور. فده الهوم ورك بتاعك. بدي لك كمان كوبي بوك فاضيه عشان انا بحب الطالب دايما ياخد نوتس جوه كل حصه، فاعمل لك كوبي بوك مخصوصه ليك ومخصوصه للكيمستري بتاعتنا احنا، يعني عليها اللوجو بتاعنا، فانت بتكتب فيها بقى وتاخد ملاحظاتك سواء برضو انت طالب سنتر او اونلاين. بندي لك البريدكت تيبل مطبوع في ورقه لوحدها، لان البريدكت
تيبل ده برضو ايا كان انت سنه كام هو مهم جدا بالنسبه لك، ولازم يبقى متعلق قدامك في كل حته في الحياه. بخصوص ثالثه ثانوي بنديهم ورقه المفاهيم اللي هي بتتوزع عليهم في الامتحان علشان بيحلوا منها، فبندخلهم في المود يعني من بدري، وبنديهم الورق ده من بدري. ده بتاع الوزاره مش بتاعي، يعني ده حاجه انا مش عاملها. طيب فده بالنسبه لميعاد الحصه، وده بالنسبه للباكج اللي انت بتجيبها. طيب عايز تحصل بقى على الباكج دي تجيبها منين؟ يا اما من اقرب سنتر لحضرتك، هتلاقي الاماكن محطوطه على البيج بتاعتنا، دور وهتلاقي البوست موجود، يا اما بتبعت لنا على الواتساب واحنا بنبعتها لك ديليفري. فبتبعت لنا البيانات دي زي ما هي مكتوبه كده بالظبط، الاسم والمرحله، انت تانية ولا ثالثه، رقم تليفونين والعنوان وعلامه مميزه عشان بتوع الدليفري الشركه نفسها تبقى عارفه هي رايحه فين. تاني الكلام ده ممكن يحصل دلوقتي لثالثه ثانوي، لكن تانية لسه، هو لسه المنهج انا ما اعرفوش، هبقى عامل بوكلت ازاي والمنهج لسه مش عارفه. فتلاقي ولد مثلا يوم ايه 3/9 4/9 فاهم، يبعت لك انا عايز البوك. انت سنه كام يا ابني؟ تانية ثانوي حبيبي يا حبيبي لسه، لما المنهج ينزل ان شاء الله هنعمل بوكلت ونوزعها. السيستم موحد، ثالثه ثانوي بدات، تانية ثانوي لسه. طيب بعدين ايه تاني محتاج انت تعرفه بقى؟ انا هعمل معاك ايه اثناء السنه، ده موضوع بقى مهم جدا جدا جدا. طيب الموضوع يا سيدي بيكون ان انا بشرح عادي جدا الحصه، فيديو مسجل انت بتشوفه او في السنتر، بعدين بحل معاك جوه الحصه. ليه؟ لان الموضوع ده بقى مهم جدا جدا. طالب احيانا كتير يبقى فاهم المعلومه حلوه جدا بس مش عارف يطبق، مش عارف يوصل المعلومه بالسؤال. يعني ماشي حلو اللي انت حكيته ده وشرحته وحضرتك بتشرح حلو واسلوبك مش عارف بتحكي ايه، كل الكلام ده جميل جدا، بس انا بقى اللي انت قلته ده مش شايفه له اي علاقه بالسؤال. فانا دوري ان انا احل معاك كميه محترمه من الاسئله جوه الحصه نفسها. فانت بتخرج من الحصه ان شاء الله فاهم الدرس وحالل عليه كمان. تروح البيت تحل الهوم ورك. الهوم ورك بتاع حضرتك بتحله على الويب سايت علشان يتصحح في ساعتها، تمام كده؟ الهوم ورك بيتحل على الويب سايت ايا كان انت سنتر او اونلاين، كله بيحل على الويب سايت، يتصحح ونجيب الدرجه والدرجه تتبعت لاولياء الامور عشان الحكايه تبقى سهله وسلسه ولذيذه، كله عارف كل حاجه. مبقاش ولي الامر قاعد مستخبي ومش عارف حاجه، وانت قاعد مستخبي ومش عارف حاجه، وانا في الدنيا تانية، لا كلنا متوصلين ببعض. طيب حلينا الهوم ورك، بنيجي على الكويزز. كل اسبوع بينزل لك كويز بتحله قبل الحصه الجديده، يعني بينزل في يوم مختلف. يعني الحصه بتنزل الاربع، الكويز بينزل السبت، بحيث ان انت تكون خدت فرصه ذاكرت وحليت وهكذا، تحلش الكويز في نفس يوم الحصه. بعدين كل شهر بنعمل ورشه دي يعني حل بقى اسئله على الشابتر كله. ما هو كل حصه حاجه، ولما اتكلم على الشابتر كله حاجه تانية، تبقى افكار الاسئله مختلفه. وبعدين طبعا بنعمل اكزام كل شهر، بتطمن على مستواك وانا بطمن عليك، وولي الامر برضو يطمن علينا كلنا، تمام كده؟ فبقى احنا الثلاثه مثلث متوصلين ببعض، نطمن على بعض باذن الله. طيب الاسئله دي انت جبتها منين يا مستر؟ ليه؟ لان الولد بعض الاولاد والبنات يعني عايز يحل كتير جدا جدا جدا، فبطمنك بقى. الكويستشن بانك بتاعنا انا بسميه سوبر كويستشن بانك. ليه؟ لانه مليان اسئله من مصادر كتيره جدا جدا، يمكن انت لو حاولت تلمها وتحصل عليها ممكن ما تعرفش او ممكن ما تلحقش اصلا تلمها. فانا لمم لك بقى كتب المعاصر والوافي ومنصه نجوى ومنصه الوزاره بتاعت بنك المعرفه وكتاب التفوق وامتحانات السنين اللي فاتت بتاعت ثالثه ثانوي طبعا وهكذا. فاذا تاكد ان انت لو مشيت معايا وحليت اللي انا بطلبه منك بالظبط، تاكد ان انت مغطي كل المصادر دي، تمام؟ بس مين بقى بحله فين؟ دي حاجه ترجع لي انا. يعني مثلا الهوم ورك من المعاصر بس ما لقيتش فيه امتحانات السنين اللي فاتت، دي بتاعتي انا بقى. المراجعه بتاعت الشهر لقيت فيه التفوق ما لقيتش فيه مش عارف ايه، دي بتاعتي انا. هتلاقيني بختار كل سؤال ينزل امتى وينزل فين. الاسئله مكانها فين بتاعتي. اللي ليك انت ان انا ان شاء الله هحل معاك كل دول على مدار كل شهر على مدار اجزاء المنهج، تمام؟ بعد كده انت عايز تشوف حل الاسئله دي، انت في حاجات غلطت فيها طبعا وفي حاجات مش فاهمها، تمام؟ فعامل لك كذا اوبشن. اول اوبشن ان انت على الويب سايت بعد ما تحل الواجب او الكويز وتدوس سبميت وتشوف الدرجه هتلاقي الموديل انسر. الموديل انسر ازاي؟ مكتوب اجابه لكل سؤال او فيديو انا بحل السؤال بنفسي وبشرحه، تمام كده؟ بشرحه جاي منين، تمام؟ فاذا كل سؤال مشروح لوحده. طب انا ما فهمتش، يعني انا شفت بقى الفيديو حضرتك بتشرح وبرضه ما فهمتش، تمام؟ ساعتها هتخش لي في اللايف. انا عامل لايف كل يوم خميس لتانية لايف وثالثه لايف تاني، تمام كده؟ كل يوم خميس بنتقابل انا وانتوا نشرح لبعض اللي احنا مش فاهمينه. يعني هنا انا بسمع اسئلتكم مش بشرح حاجه جديده يعني. فانت جالك سؤال مش عارفه اسالني في اللايف ده، تمام؟ طب يا مستر عندي سؤالين بقى. افرض انا بقى مش عايز اخش اللايف ده، انا ما انصحكش.
لازم تخش اللايف، على الاقل تسمع زمايلك. يعني لو انت ما عندكش اسئله اسمع زمايلك بيسالوا في ايه، هتستفاد اكيد. طب انا يا مستر في سؤال جالي دلوقتي وعايز احله دلوقتي، مش هستنى اللايف، بعيد قوي اللايف ده، انا ذاكرت السبت مثلا واللايف الخميس. ابعت للاسيستنس، هدي لك ارقام دلوقتي، عندي فريق العلمي يرد عليك في اي وقت، ممكن يرد عليك واتساب او يخش لك زوم يشرح لك انت 1 تو 1. طيب سؤال تالت بقى يا مستر. ايه يا حبيبي خير؟ دلوقتي الحصه هتنزل الاربع، انا طالب اونلاين، الحصه هتنزل الاربع واللايف الخميس، انا ايه اعمل ايه بقى؟ انا مش ساحر برضو. بص نصيحتي ليك، اعمل الجدول بتاع المذاكره ان الكيمستري تكون اربع او خميس او الاثنين طبعا، بحيث ان الحصه تنزل الاربع فانت تذاكرها طازه لسه الفيديو سخن كده ونازل، وبعدين تحل الهوم ورك وتخش لي لايف يوم الخميس. فيا اما الاربع نفسه او الخميس الصبح يبقى ده مذاكره الكيمستري بتاعك، فتخش لي تسالني في اللي انت عايزه. ده سيناريو حلو، يعني انا شايف ان ده المثالي للموضوع، انك تذاكر الحصه تسالني كأن انا قاعد قدامك بالظبط. ومع ذلك لو ما لحقتش تعمل الحركه دي او جدولك مش مظابط على الحوار ده، عادي اتفرج على الحصه السبت او الحد وبقى اسالني الخميس اللي بعده، احنا مش هنجري من بعض. يعني انا مش هعمل لايف واحد واموت مثلا ان شاء الله، يعني بعد الشر عليا، بس الفكره انه في خميس تاني وفي خميس تالت ان شاء الله، في خميس رابع، السنه طويله ما شاء الله مليانه خميسات. فلو انت ما لحقتش تسالني في الخميس الاولاني اسالني في الخميس اللي بعده. اسالك يا مستر في الحصه اللي فاتت، لا اللي قبلها. ايوه يا حبيبي ايه المشكله؟ ما هو عادي، انت هتسالني في الكيمستري بشكل عام، خش اسالني في اي وقت عن اي معلومه ان شاء الله هجاوبك. ما تفكرش بشكل ضيق، يعني عادي وسع الامور والحكايه ان شاء الله سهله ولذيذه. طيب فين بقى الكلام ده؟ يعني فين الفيديوهات وفين اللايف وفين الكلام ده؟ على الويب سايت بتاعنا اسمه kimvalley.net kimvalley.net. يبقى انت اول حاجه هتعملها حالا دلوقتي بعد الفيديو ده، هتعمل اكونت على kimvalley.net علشان توصل لكل الرغي اللي انا عمال اقوله ده. الحاجات دي كلها على kimvalley.net، تمام كده؟ طيب الويب سايت ده لما تعمله هيبقى ده المنظر بتاعك، دي حاجه كروكي كده احنا عاملينها عشان اشرح عليها يعني، فبتلاقي اسمك والاي دي بتاعك مكتوب هنا وبتاع. طيب الموضوع عامل زي ايه؟ زي شريط كده انت بتسكرول فيه بالجنب، فبتلاقي الحصه وراها الواجب، وراها فيديو الواجب، وراها الكويز، وراها الحصه اللي بعدها، وراها الواجب، وهكذا متسلسله ورا بعضها. فوق هنا اللي علامه الكاميرا دي هي دي الزوم لايف بتاعنا، يعني لما يجي اللايف الخميس هتدوس هنا تلاقيني ان شاء الله قاعد ونشرح لبعض كل الكلام. تاني كل ده فين؟ على kimvalley.net. طيب النقطه اللي بعد كده هي التواصل معانا بيبقى ازاي؟ على ارقام التليفونات دي، سواء واتساب او مكالمه تليفون، هتلاقينا ان شاء الله بنرد عليك، او بقى على صفحاتنا فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب وكل الحاجات الحلوه دي. فاذا ده كده النظام بتاعنا باذن الله لحد اجازه نص السنه، سواء انت تانية او ثالثه ان شاء الله هيبقى فيه اجازه نص السنه، ده اكيد. فنفضل نكرر الكلام ده ان شاء الله لحد ما ما نخلص. اتمنى اكون كده وضحت وغطيت كل الاسئله اللي انتوا بتدور في دماغكم، علشان باذن الله تلاقوا نفسكم الامور ماشيه بسلاسه والسيستم بتاعنا ماشي بسلاسه. طبعا عندي تفاؤل شديد جدا بالسنه الجديده، عندي امل باذن الله ان تحققوا كل اللي نفسكم فيه، وكل الناس تخرج من السنه دي راضيه ومبسوطه بدرجات ومجموع كبير وفهم للكيمستري وغيرها طبعا من المواد. اشوفكم على خير، بتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.